السلام عليكم. كما هو معروف في نظام مدد أن جميع الموظفين من جميع السجلات المسجلين تحت رقم المنشأة الموحد سواء نفس النشاط أو أنشطة مختلفة، كل الموظفين حيظهروا في حساب واحد فقط يتم تحويل الراتب لهم من حساب منشأة رئيسي. ولكن مؤخرا مدد أضافوا خاصية جديدة، وهي إمكانية إضافة حساب بنكي آخر. على سبيل المثال في قائمة الموظفين 15 موظف، بافتراض أن كل 5 موظفين مسجلين على سجل تجاري مختلف، وكل سجل تجاري بنشاط مختلف. في السابق يتم تحويل الراتب لهم من حساب بنكي واحد، وكان هذا الموضوع مرهق سواء لصاحب المنشأة أو للمحاسب في عملية تسوية الحسابات المالية. ولكن الآن تم إضافة خاصية إضافة حساب بنكي آخر. ندخل على اختيار بيانات المنشأة، ثم بالنزول إلى أسفل الصفحة نلاحظ وجود الحساب البنكي الأساسي اللي عادة يتم خصم الرواتب منه. ولإضافة حساب بنكي آخر نضغط على إضافة طريقة دفع، ثم نضيف حساب بنكي آخر خاص بإحدى السجلات الفرعية. بعد إضافة السجل التجاري والحساب البنكي ثم نضغط على الموافقة أسفل الصفحة ثم متابعة، ثم يتم إدخال الرمز ثم نضغط على تحقق. الصفحة تتوقف هنا بدون أي إشعار أنه تم الإضافة ولا لا، لكن إذا نزلنا إلى أسفل الصفحة نلاحظ أنه الحمد لله تم إضافة الحساب البنكي. وهنا عندنا خيارين، إما أنه نخليه هذا أساسي أو نحذفه. بوجود الزر ظاهر أمامنا معناته نقدر نضيف حساب بنكي آخر. وزي ما ذكرت، إذا كان عدد الموظفين الموجودين مقسومين مثلا على 3 سجلات تجارية، وحاب أحول لكل مجموعة من الموظفين من حساب بنكي يتبع لهذا السجل، الآن صار متاح ولله الحمد. طيب نعمل تجربة لتحويل الراتب من الحساب البنكي الجديد. الحساب البنكي الخاص بهذا السجل أخليه أساسي بالضغط على جعل هذا الحساب أساسي. الحساب اللي كان ثانوي صار أساسي. الآن ننشئ مسير رواتب لعدد معين من الموظفين ويتم الخصم من هذا الحساب. بعدين نرجع ونخلي هذا الحساب أساسي وننشئ مسير رواتب لباقي الموظفين. نضغط على إدارة الرواتب ثم بدء مسير الرواتب، ثم نختار الشهر الحالي، ثم البدء بالمسير، ثم إضافة استقطاع وخصم التأمينات الاجتماعية. تم تحديد عدد 4 موظفين. ننزل أسفل الصفحة ثم نضغط على التالي. انتقلنا للخطوة الثانية اللي ملخص مسير الرواتب. هنا ظهرت لنا النسبة 53%، فالنسبة حتكتمل بتحويل باقي الموظفين. نضغط على التالي ثم نختار تاريخ التحويل. الخطوة الأخيرة هي بالضغط على زر التأكيد، وحيتم الخصم من الحساب البنكي الجديد اللي أضفناه قبل شوي. نضغط على تأكيد ثم إدخال الرمز ثم تحقق وإرسال. الحمد لله تم إرسال الرواتب بنجاح. الآن نرجع مرة ثانية لبيانات المنشأة، ثم من أسفل الصفحة نرجع الحساب البنكي اللي كان أساسي، الضغط على جعله أساسي، ثم نعم صار أساسي. الآن ننشئ مسير رواتب لباقي الموظفين. نستثني 4 اللي اخترناهم قبل شوية. الحمد لله تم إرسال الرواتب بنجاح من حسابات بنكية مختلفة، كل حساب لجزء محدد من الموظفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.